ومن داخل مؤتمر الاتحاد وافضل شخصيه طبعا من الاتحاد النهارده معانا دكتوره ريم، اهلا بيكي. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. كلمينا حضرتك عن مشاركتك النهارده في المؤتمر. والله المشاركة النهاردة هي استكمالا لدور مصر في بعد الكوب 27. فأنا حبيت إن أنا شرفت إن أنا أجي المؤتمر هنا. دكتور صبحي الإمام هو اللي لبالي الدعوة، أنا جيت ألبيها له. مبسوطة جدا وفخورة بلمة العرب ولم شملهم هنا جدا، ويا رب نكمل المسيرة دي دايما، ومصر دايما في مقدمة الريادة لكل البلاد العربية إن شاء الله. اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي كأفضل شخصية عربية، والله هو رب يعني فخامة الرئيس قايم بدوره على أكمل وجه، وكتر ألف خيره في العبء اللي احنا جميعا رامينه عليه. مش بس مصر، هو تحسه هو زعيم الفعل الأمة العربية أجمع، هو شايل هم كل الأمة العربية. واحنا شفنا عظمة في الكاب 27، كان أنجح المؤتمرات الحمد لله من ضمن 27. يا رب كان فخر لكل العرب، ما كانش لمصر بس فخرها. الرسالة اللي بتوجهها لرئيس الاتحاد دكتور صبحي بتقول له ايه؟ دكتور صبحي الإمام أنا حابة أشكره جدا طبعا لدعوته لينا الكريمة وللحضور الكريم. هو انتقل الحضور فعلا، عبء احنا كبير عليه ان هو عمل ده النهارده، حابين نوجه له الشكر، ويا رب دايما كده يكملها على أكمل وجه. دايما مشرفنا. شكرا حضرتك يا فندم ومشاركة. شكرا ليك يا فندم، شكرا ليك.